بعد التوقف الرسمي الزمالك يطل علينا امام سيراميكا كليوباترا في مباراه بطلها الاسطوره عبد الله السعيد. وهنا بقى انا هعرفك ليه عبد الله السعيد اسطوره في مباراه كل اللعيبه فيها خارج نطاق الخدمه، من اول زيزو لحد محمد صبحي. هقول لك ليه عبد الله السعيد هو نجم اللقاء. بس قبل ما نبدا، لو انت على اليوتيوب يا ريت تشترك في القناه وتفعل الجرس، ولو انت على الفيسبوك او التيك توك او الانستجرام ما تنساش تتابعنا ولايك وشير وسيب لنا تعليقك، لان رايك مهم جدا جدا لينا. فيلا بينا يلا بينا. بعد التوقف الدولي الزمالك بيطل علينا في الايجيبشن ليج وقدام سيراميكا كليوباترا في مباراه كانت صعبه جدا على جماهير نادي الزمالك وعلى لعيبه نادي الزمالك. سيراميكا كليوباترا بيتقدم على الزمالك 1-0، وفي كوره كان حسام عبد المجيد المفروض يطرد فيها، لكن الحكم تغاضى عن الموضوع وقال لك معلش الزمالك ده برضه حبيبنا. لو جيت بصيت على كل اللعيبه اللي لعبت في المباراه باستثناء عبد الله السعيد او لحد ما نزل عبد الله السعيد، فكل اللعيبه تقريبا خارج نطاق الخدمه. المباراه دي سيئه جدا 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 بالنسبه لنادي الزمالك كاداره وكاداء وكمستوى لعيبه. لكن بقى يجي اللعيب الخبره السوبر اللي بيعرف يتصرف، اللعيب رقم 8 او رقم 10 مش رقم 6. عبد الله السعيد لا يمكن يلعب رقم 6. ما تجيبليش لعيب عنده 39 سنه مش هيعمل مجهود بدني عالي وتقول له العب رقم 6، لان الموضوع ده صعب جدا جدا. عبد الله السعيد 8 او 10 مختلف. عبد الله السعيد مختلف وفرق جامد جدا 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 بينه وبين اي لعيب بيلعب في الحته دي. وده طبعا شفناه النهارده في ماتش سيراميكا كليوباترا. شفنا عبد الله السعيد بيصنع هدف وبيجيب هدف، بيجيب هدف ولا اروع كده في لمسه. ليه بقى؟ لان عبد الله السعيد عنده الشخصيه وعنده الكواليتي بتاع اللاعب رقم 8 او رقم 10، اللعيب اللي بيعرف يكمل، اللي بيعرف يشوط، اللي بيعرف يصنع، هو ده عبد الله السعيد. واعتقد ان جوزيه جوميز هيتعلم النهارده من الدرس ده وهيبدا يبص لعبد الله السعيد انه يلعب 8. وطبعا هو في حيره جامده جدا، مش لاقي حل لناصر ماهر وعبد الله السعيد واحمد حمدي لما يرجع، الثلاثه هيلعبوا فين؟ لكن دي مشكلته هو لازم يحلها. لكن في النهايه عبد الله السعيد 8، احسن 8 او احسن 10 في مصر، ولا غنى عنه في اداء نادي الزمالك. عبد الله السعيد بيقدر يعمل حلقه وصل في نص الملعب، بيقدر يوصل بمنتهى السهوله، بيقدر يصنع الفارق، بيغير الملعب، بيقدر يدير الملعب بشكل قوي جدا. انت في 6 خسران 80% من مستواه. لكن الزمالك النهارده عنده مكاسب في المباراه، وفعلا من جور السعيد يسعد. عبد الله السعيد اعتقد ان النهارده اول مباراه لعبد الله السعيد بتيشيرت نادي الزمالك. المكسب الثاني اكيد اللي كلنا لا نختلف عليه هو الثلاث نقط، لان الثلاث نقط مهمين جدا في مسيره نادي الزمالك في الدوري اللي تقريبا رمى القماشه بدري قوي. لكن اتمنى من جمهور الزمالك واداره الزمالك ان هي تحط ضغط وتوصل للعيبه ان الدوري لسه في الملعب ولسه بدري قوي قوي قوي، ولازم الدنيا تتظبط شويه في اداء نادي الزمالك اللي عليه علامه استفهام كبيره جدا جدا. انا مش فاهم ازاي لعيب بيلعب في فريق قوي زي نادي الزمالك ومستواه متذبذب، يعني شويه فوق وشويه تحت. نجم الزمالك احمد سيد زيزو اللي كان احسن لاعب وكان مستواه ثابت طول الموسم، النهارده اداؤه عليه علامه استفهام كبيره قوي قوي قوي. النهارده تقريبا احمد سيد زيزو مش مركز، مش موجود، مفيش الاداء اللي كان بيقدمه على نادي الزمالك، مفيش صناعه الفرص، مفيش الكروسات، مفيش عليه علامه استفهام كبيره جدا. وبغض النظر عن ناصر منسي اللي تقريبا منسي، يعني ناصر منسي تقريبا مش موجود، تقريبا ما حسيتش بيه في الماتش، ما حسيتش ان هو موجود. ناصر منسي تقريبا هيبقى اول الخارجين من نادي الزمالك، وفي ظل هروب سامسون ايكينولا فما بقاش قدامك غير ناصر منسي، هو الحل الوحيد. لكن اداء نادي الزمالك لازم يتطور، لازم يطور اللعيبه، لازم يطور الفكر بتاع اللعيبه، لازم يثبت مستوى اللعيبه، ودي حاجه مهمه جدا عشان الزمالك يقدر يستمر لفتره كبيره جدا. في نهايه الحلقه اتمنى لو الحلقه عجبتك، لو انت على اليوتيوب يا ريت تشترك في القناه وتفعل الجرس، ولو انت على الفيسبوك او التيك توك او الانستجرام يا ريت تتابعنا ولايك وشير وسيب لنا تعليقك، لان رايك مهم جدا جدا لينا. سلام.